السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. هذه أبرز العناوين. بسبب العداء للمغرب، النظام الجزائري يقدم هدية ثمينة لدولتين إفريقيتين. قبل الخوض في التفاصيل، المرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ووضع لايك للفيديو إذا أعجبكم. في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الجزائري أوضاعا معيشية صعبة، يواصل النظام العسكري الجزائري الحاكم توجيه أموال عائدات الغاز والبترول إلى تمويل حملاته المعادية للمغرب، بدلا من الاستثمار في تحسين أوضاع المواطنين. وفي ديسمبر الماضي أطلق النظام الجزائري مناقصة دولية لشراء كميات ضخمة من القمح بقيمة تتجاوز ملياري دولار لصالح زيمبابوي والموزمبيق، وهما دولتان معروفتان بمواقفهما العدائية تجاه المغرب. وتأتي هذه الصفقة كمحاولة لشراء الولاءات الدبلوماسية رغم العجز المتزايد في ميزانية الجزائر. على الرغم من الأزمة الاقتصادية الداخلية ومعاناة الجزائريين من ندرة المواد الأساسية، بما في ذلك الوقوف في طوابير طويلة للحصول على لتر واحد من الحليب، فإن النظام العسكري الحاكم يواصل إنفاق مليارات الدولارات على سياسات خارجية لا تخدم سوى أجندته العدائية ضد المغرب. هذا التوجه يؤكد أن النظام في الجزائر لا يولي اهتماما لمتطلبات شعبه، بل يركز على تمويل تحالفات سياسية خارجية تتماشى مع استراتيجيته في معاداة استقرار ونجاح المغرب على الساحة الإفريقية والدولية. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.